السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي كل متابعينا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وخلاص يا جماعة خلص رمضان. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وحشونا جدا جدا. طبعا واخداكم النهاردة معايا في جولة طبعا في تنظيفات شقتي. وعملت ايه؟ وكان لازم انا اوريكم يا جماعه التعب اللي انا بتعبه ده بعد ايه، لان ساعات بقعد باليومين ثلاثه ما اطلعش لايف. وكنت قبل رمضان قعدت اسبوع برضو لا كنت بطلع لايفات ولا بعمل فيديوهات، لا على قناه معكم شيري اسامه ولا على قناه مملكه شيري اسامه. فعايزه اوريكم بقى ان التعب اخرته ايه. عايزه اقول لكم ان انا اصلا تعرفين ان انا كان كل السجاد اللي عندي المفروض بيج عشان الركنه كانت بني والسرير والكلام ده كله. بعد كده لما نزلت الركنه النبيتي من الشقه اللي فوق تحت واضطريت ان انا اطلع اللي تحت هي اللي فوق، فطبعا طلع عندي عجز في السجاده. المفروض كنت اجيبها نبيتي، فقلت خلاص هشتري السجاده ان شاء الله ان شاء الله كده للعيد باذن الله افرشها وكده يا جماعه، وتقولوا لي ايه رايكم. طبعا اللي انا وريتها لكم دلوقتي اول دخلت الفيديو كنت عايزه اقول لكم ايه رايكم في السجاده بتاعتي. ده طبعا عايزه اقول لكم السجاد ده كله مغسول. ادعوا الحبيبه بنتي يا جماعه، هي اللي تعبت بصراحه معايا بامانه، لان هي اللي غسلت السجاد كله. وباباها بقى جه في الاواخر خالص، يعني اللي هو ايه، اللي هو كان بيشيل بس معانا السجاد كده بقى ينشره وظبطنا السطح ومسحناه ونضفناه وكده. وبعد كده هي بقى نزلت تكمل تحت في البيت تحت، واحنا كنا فوق بننضف في السطح انا وباحمد. فبجد هي اللي تعبت بقى. ما انا كل ده اتغسل يا جماعه، السجاد ده والسجاد اللي فوق، وكانت واخده كمان الحصر او القيسه اللي هم بتوع سته. فتخيلوا بقى كل ده اتغسل. طبعا ربنا ينجحها ويستر عرضها وكل البنات يا رب. وفعلا والله يا جماعه لو في تعبي ده انا اللي شالني بنتي فيه، لان بصراحه في حاجات كتيره انا ما بقدرش اعملها وما السلام بقدرش عليكم ورحمة اشيلها. الله وبركاته. وانا بحس اني ازيكم اصلا عاملين تقيل ايه؟ عليا مش قادره، بصوا. يعني ممكن تكون كانت حاجات خفيفه بالنسبه لي، بس من بعد العمليه بقت تقيله. عايزه اقول لكم بقى دي السجاده اللي انا كنت بحطها تحت دلوقتي طلعتها فوق مع الركنه دي. فقولوا لي ايه رايكم، السجاده حلوه مع الركنه ولايقه مع الركنه؟ وقولوا لي طبعا في الكومنتات شيرين السجاده اللي تحت حلوه النبيتي ولايقه، والسجاده فوق برضو لايقه برضو مع الركنه. عايزه اقول لكم ان انا حطيت الرجول الدهبي دي كده مع الركنه، ما كانتش محطوطه. ايوه يا جماعه كنا اشتريناه وجبناه، بس كان المنجد كان خلص. فقام قال خلاص يا عم اسامه انت كل رجل بثلاث مسامير برمه كده وبتربطها وخلاص. فطبعا احنا كده كده المنجد قريبنا ومننا وعلينا، فقلنا له خلاص احنا اللي ايه، احنا اللي هنركبها. فطلعت انا وباحمد كده بقى هو يركب في الرجول بتاعه الركنه، وانا بقى ماسكه السراير كلها فرشتها. طبعا الشقه دي بقى فيها 3 سراير يا جماعه، 3 وانتريه وركنه والنيش اللي انا عملته دولاب، وفيها تلاجة وفيها غسالة والحمد لله يعني يا جماعة، ومستورين الحمد لله الحمد لله. فانا بس عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في اختياراتي. طبعا انا مرتاحه في الحافظه اللي هي موجوده مع الانتريه جدا جدا. ممكن الناس تقولي شيرين هو اللون مش بس يا جماعه هي الواناتها حلوه، الواناتها واخده درجات الكافيه مع الزيت الهادي، فاهمين ازاي؟ فتحس ان هي اصلا حلوه في الانتريه. وبعدين يعني واخده الارضيه كلها كده، مخليها اصلا المنظر مع سجادة الصلاة كمان كافيه، فمخليها الشكل جميل. طبعا انا هنا كنت طبعا لو تفتكروا في الفيديو اللي كان دخلت رمضان، كنت انا هنا حاطه طقم روز اللي هو البامبا، تمثالين لونها روز يا جماعه. هنا طبعا انا شلتها وحطيت اللطقم اللي هي اللبني دي. وهوريكم دلوقتي برضو السرير اللي جوه انا حطيته ايه، حطيت فرشت عليه ايه اللي هو انا حطيته في المطبخ. سرير في المطبخ يا شيري، اه يا جماعه، لان انا عندي مطبخي تحت فيه كل حاجه، فالمطبخ اللي فوق استغليته وقلت احط فيه ايه سرير. وعايزه اقول لكم النوم فيه راحه عن الاوضه اللي هي فيها السريرين دي، تحس ان انت اصلا فاصله عن العالم كله. انا هنا بوريكم الالوانات بتاعه النجفه، بتعمل الوانات كام لون، بتعمل 3 الوان موف وروز والنور الازرق كده، ازرق وموف وروز. وبعدين بقى في زرار كمان بايدي التاني بيديكي بقى الاضاءه الذهبي دي بتاعه النجفه نفسها. ده بقى كانت هنا السجادة طبعا مع الطرقة كده مع الستارة مع المكتبة. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في اختياراتي؟ رأي ابو احمد، اختياراتك مدمرة حياتك. ده طبعا بوريكم الغسالة اهو اللي انا شلته، طقم السراير البامبا اللي انا شلتها من على السراير حطيتها هنا في الغسالة عشان اشغل عليها الغسالة، وابقى انشرهم على السطح وكده. لكن تحت بقى في غسالة تحت، لما بحب اغسل تحت خلاص بشيل الحاجة بحطها برضو في الغسالة، يبقى هنا تبع هنا وهنا تبع هنا. لو عندي ضغط غسيل ابقى يعني حبيبه قالت لي نبقى نطلع يا ماما نشغل في الغسالة دي شوية وفي الغسالة دي شوية.
الحاجة في البيت ما بتخسرش يا جماعة، الحاجة في البيت ما بتخسرش. كل سنة وانتوا طيبين، وبعد الأيام. وقولوا لي شيرين فعلا انت كان يعني اختياراتك حلوة في السجاد. قولوا لي ايه رأيكم، ايه رأيكم في فرش، ايه رأيكم ان انا لما بطلعش يومين وثلاثة معاكم تبقوا انتوا عارفين ان شيرين ورا الغيبة دي اكيد قبل رمضان، يبقى اكيد هي بتعمل حاجة. فطبعا يا جماعة أنا بعد العملية مجهودي ما بقاش زي الأول والله، فسامحوني لو كنت بغيب عنكم أو بتأخر. يلا مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين.